مساء الخير او صباح الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو. يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا بقى يا بنات، عملت الكيكايه دي وركنتها شويه، بجد طلعت خطيره. هنزلكوا المقادير برضو. عملتها كده، واول ما وريتها لكم من الارضيه بتاعتها، ما شاء الله، ولا لازقه ولا محروقه ولا اي حاجه. وكنت عاملاها في ورقه زبده، بجد بتبقى حلوه قوي. بتسهل عليا قوي العشاء او الفطار. الولاد لو مش عايزين ياكلوا مثلا سندوتشات جبنة، حاجات من اللي هي بيض فول، الحاجات دي بعمل لكل واحد كده، اللهم بارك اللهم احفظهم، كل واحد قطعتين كده من الكيكة مع كوباية شاي بلبن. بتبقى حلوة قوي، بتبقى برضو سهلة للفطار. يعني انا في الفطار ساعات مش بفطر اصلا، وعلى طول اكل قطعتين كيكة وكوباية شاي بلبن. بتبقى بجد حلوة وسهلة. وهنا بقى بجيب العلب الشفافة دي، بتبقى حلوة قوي. بضيف فيها كده ورقة من ورقة الزبدة، وبجد بضيف عليها الكيكة وبدخلها التلاجة. بتبقى اللهم بارك. يعني ما شاء الله الكيكة دي بعمل القارب اللي هو الصغير بتاع العيش التوست ده، بتبقى على قد العلبة بالظبط. بتبقى حلوة قوي، محكمة الغلق كويس قوي، ما بيدخل لهاش هوا ولا اي حاجة. طبعا انا من عشاق اللي انا اعمل الكيكة واسيبها تبرد شوية، بدخلها التلاجة. بتبقى برضو حلوة. انا بحب الكيكة اطلعها كده اسيبها تبرد، وبعد كده افطر بيها بقى ممكن ادخلها الميكرويف او حاجة، ممكن اكلها كده. وهنا بقى ده كان شكلها. وما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل جديد من فيديوهاتي. احلى متابعين في الدنيا. اشوفكم على خير في فيديو جديد.